في شي غلط. مين قرر إنه لازم نكون strong independent woman كل الوقت؟ اليوم أنا وفايقة من 5 الصبح وطالعة على الشغل قبل ما يوعى البلد، بين قهوتي بإيدي والملف التاني بإيد والشمس اللي بعدها عم تتاوب، وبين صوتي على الهوا وأخبار العالم، خطر لي سؤال. ما بعرف مين اخترع فكرة strong independent woman. ما كانت البنت عايشة ببيت أهلها ومدللة واللي بدها إياه يصير، ومصاري وصلها وبيظهروا وبيسافروا وهالأخبار، وبلشوا تخترعوا لنا انه strong independent woman والاستقلالية لحتى تعودوا الأهل انه ايه اوكي يلا البنت لازم تكون مستقلة وتروح تشتغل وتطلع مصروفها وهالأخبار. ما بدي، أنا ما بدي أرجع على العهد القديم وقت كانت البنت تقعد بالبيت ويوصلها كل شيء لإلها، وتكون البنت اللي مدللة. ما بدي فيق من الساعة 5 وراء على الإذاعة، ما بدي. الصراحة أنا كل يوم عندي رأيين ومتناقضين. بس في الصبح بقول خلص أنا لازم أتجوز وأصرف كل مصاري جوزي، وبس خلص شغل وبحس بالإنجاز اللي أنا عملته بقول الحمد لله أني سترونج وما عم بنطر حدا. يعني إذا حدا فهمان شو بدي يخبرني.